تزورون خير من أن لا تزورون. تجون للزيارة هذا خير من أن ما تجون، وهذا أمر واضح. ولا تزورون خير من أن تزورون، تزور خير من أن لا تزور، هذا واضح. بس الإمام يقول لا تزورون خير من أن تزورون. المفضل تعجب من هذا الكلام، قال قلت قطعت ظهري، يعني حيرتني ودوختني بهذا المطلب، أكثر من هذا قطعت ظهري. بدأ الإمام يشرح له هذا المعنى. قال تالله، لاحظوا القسم، إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا، ويجلس على القبر ويبكي عليه ويمنع من، إذا ويا صغار إذا ويا ناس آخرين يريدون يخرجون من حالة الحزن يتصدى يمنعهم يأدبهم. إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه، للحسين عليه السلام، وتأتونه أنتم بالسفر، موائد الطعام، أو تأتونه بالسفر، قراءتين هذا إله. بالسفر يعني جايبين وياكم السلع والأطعمة والكذا، اسمه جاي إلى زيارة الحسين، بس هذا اللي يفكر منذ خروجه من داره بطعامه وبسفرته، هذا جاي سياحة لو جاي زيارة. عند الله لا تضيع هذه الحقائق، ولا عند الحسين تضيع. يعلمون بما في القلوب وما تعمل الجوارح والجوانح، إما بالسفر وإما بالسفر، يعني تأتونه للاستجمام للترفيه مو للزيارة. مثل هذه الزيارة الإمام الصادق يقول أن لا تزورون خير من أن تزورون. هذا الذي يأتي لأجل الاستجمام ولأجل الراحة أن ما يزور أحسن له. لماذا ما يزور أحسن له؟ ليش؟ لأن انتهك حرمة الزيارة وانتقص من مقام الحسين، فما يجي أحسن له يقعد ببيته. ببيته يقعد ما محصل ثواب زيارة، ولكن إذا جاء بهذه الكيفية التي يقولها الإمام الصادق عليه السلام، هذا مو فقط الثواب حرم منه، وقع في مشكلات. فأن لا تزورون خير من أن تزورون. ثم يقول الإمام كلا، يعني إذا تريدون تزورون هكذا زوروا، كلا حتى تأتونه شعثا غبرا. الشعث الشخص الذي لا يهتم بشعره، لم يهتم بشعره، يجي على تعبيرنا شعره مخربط. الغبر من الغبار، يعني مغبر مترب. هذا الغبار يكشف عن أن الزائر جاي للزيارة، معتني للزيارة، ما نفكر بجمال نفسه وحسن مظهره وشعره شلون يكون وثوبه شلون يكون وبدنه شلون يكون، حتى تأتونه شعثا غبرا.